السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حلقة جديدة وأخبار وكواليس ومفاجآت مدوية داخل نادينا الحبيب نادي الزمالك الملكي، وجمعة مباركة على حضراتكم. ومحتاجين الدعم باللايك والشير على قد ما نقدر عشان نبدأ أولى الأخبار وأولى الكواليس اللي موجودة في حلقة النهاردة. ناس كتير من حضراتكم والناس المحترمة اللي بتتابعني قالت ان الصحفي الزملكاوي هاني عصام يعني راجل محترم وراجل مميز ليه مننا كل التقدير والاحترام. طلع امبارح في قناه اون والاخ هاني عصام قال ان في عرض من بلجيكا جه لمدرب الزمالك يانيك فيريرا، ولكن يانيك فيريرا رفض وتمسك بالبقاء في نادي الزمالك. كلام جميل لغايه هنا، كلام جميل. طيب، الناس قالت لك يشكر فيريرا وكده بيحب الزمالك وبيعشق الزمالك. تعال اقول لك ان الموضوع ده كان موضوع فيستك. ايه يعني ايه كان موضوع فيستك؟ يعني كل الفيلم ده كله ان احد يعني الوكلاء، والوكيل ده شغال تبع شركة وكلاء، تواصل مع يانيك فيريرا وعرض عليه نادي بلجيكي في الدرجة الثانية. انا بقول لك تفاصيل التفاصيل اهو. يعني يانيك فيريرا العرض اللي جاله ما جالوش حتى من الدرجة الأولى في الدوري البلجيكي، لا ده جاله من الدرجة الثانية. نادي هناك كمان في مؤخرة الجدول، يعني ممكن يهبط ينزل للدرجة الثالثة كمان هناك. والرقم اللي هناك اللي جايله مش قد اللي بياخده في الزمالك، يعني هو أصلا هو لوحده في الزمالك أصلا بياخد رقم لا يذكر بالنسبة للأسعار والأرقام اللي بنسمعها في المدربين اللي بالك فيها دي. فالراجل بياخد لوحده 24,000 دولار. ألف ب المدربين دلوقتي بتاخد 200,000 دولار و250 و300 زي مش هقول لك زي مثلا جوزيه جوميز اللي كان في الزمالك وراح بيدرب في السعودية. طيب، يانيك فيريرا رفض مش عشان عيون الزمالك ولا عشان هو بيدوب في الزمالك دوب. رفض عشان أمرين أو سببين. الأول إن هو عايز يروح يدرب في بلجيكا بس نادي في الدرجة الأولى، مش عايز ينزل يدرب نادي في الدرجة الثانية بينافس على الهبوط للدرجة الثالثة. الحاجة التانية، الراتب اللي جاي له لا يتعدى ال 15,000 دولار في الشهر. عرفت ليه يانيك فيري رفض؟ طيب، هسألك سؤال وانت هتجاوب عليه في الكومنتات. نفترض ان جه عرض مثلا من الدوري السعودي ليانيك فيريرا، تفتكر هيرفض ولا يقبل؟ اديك انت جاوبت وفهمت انا عايز اقول ايه. فدي قصة يانيك فيريرا من الالف الى الياء. خلاص خلاص. تعال اروح بيك مفاجأة بالنسبة لي أنا، يا ريت كانت تحصل بس صعب تحصل. إيه؟ جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك تواصل مع أحمد مجدي. تواصل مع مين؟ مع أحمد مجدي. مين أحمد مجدي؟ ده المدرب المساعد لجوزيه جوميز. كلكم فاكرين اللي كان شغال معانا في الزمالك مع جوميز، ودلوقتي هو حاليا مع جوميز في فريق الفتح السعودي. طيب، جون إدوارد تواصل معاه ليه؟ علشان أحمد مجدي يجي يكون المدرب المساعد ليانيك فيريرا. إيه اللي حصل؟ أحمد مجدي رفض رفض قاطع وقال لهم اجي الزمالك لوحدي من غير جوميز في حالة واحدة بس. ايه هي يا باشا؟ ان انا اكون الرجل الاول لنادي الزمالك، انا المدير الفني، او ارجع لو جوزيه جوميز راجع معايا. طب احمد مجدي اللي انت ما تعرفوش بياخد في السعودية كمدرب مساعد هناك مع جوميز اكتر من المدير الفني اللي عندنا. الفلوس اللي بياخدها اكتر من الكوتش اللي عندنا نفسه. فالراجل هيجي يدرب مع مدرب يمكن احمد مجدي احسن منه او يبقى مساعد ليه؟ اكيد لا. وبعدين لو جه جوزيه جوميز مش هيتعامل معاه بعد كده، فاكيد احمد مجدي رفض. يبقى احمد مجدي رفض عشان هو عايز يجي يشتغل رجل اول او يشتغل مع جوزيه جوميز، والفلوس ليها دور كبير جدا جدا جدا. تمام يا رجاله؟ تمام. طيب، هل جوزيه جوميز الزمالك عايزه؟ الزمالك يتمنى عودة جوزيه جوميز تاني. طب جوميز هيرجع دلوقتي؟ لا. ممكن في حالة واحدة بس، ان هو لو ساب مثلا الفتح السعودي بعد مثلا تجربة فاشلة ممكن ساعتها يجي. بس دلوقتي الاهلي بيتحايل ولسانه نشف على جوزيه جوميز والى الان الراجل رافض. معرفش ممكن يحصل في ايه الفترة اللي جاية. خلاص يا رجالة،
فده بالنسبة ليه القصة بتاعت جوزيه جوميز وحكاية جوزيه جوميز. أرض أكتوبر، الناس في نادي الزمالك تلقوا اتصالات من مسؤولين كبار جدا في الدولة المصرية، طمنوهم إن الأرض هترجع خلال الأيام اللي جاية. وأنا قلت لك هنا الأرض هترجع بس مقابل إيه؟ تشخلل عشان تعدي، صح؟ صح. نادي الزمالك، بصوا يا جماعة، الأرض لو ما رجعتش من هنا لنهاية الشهر هتلاقي مش أزمات، هتلاقي كوارث في النادي. تاني، أرض أكتوبر لو ما رجعتش لنادي الزمالك من هنا لنهاية الشهر يبقى في كوارث مش أزمات. صدق أو لا تصدق إن عندنا لعيبة في نادي الزمالك بتدفع السكن بتاعها من جيبها الخاص. صدق أو لا تصدق إن جون إدوارد دافع مبالغ محترمة عشان يسكت بعض اللاعبين. صدق أو لا تصدق إن يعني بلاش، مش لازم دي. فأرض أكتوبر هي المنفذ الوحيد لنادي الزمالك. تمام تمام. كنت أنا أعوذ بالله من كلمة، أنا كنت أنا كلمتك من يومين وقلت لك إن نادي الزمالك شغال على شركة كرة القدم، أو مش شركة كرة القدم، شركة الإنقاذ. والشركة دي هتضم رجال أعمال زملكاوية. وإلى الآن الشركة الزمالك يعني خلال أيام الشركة دي تظهر للنور، لأن الشركة دي هيكون دورها دفع وتمويل الفريق الأول لنادي الزمالك بصفقاته بمدربينه بحكايته بروايته. لأن اللي بيحصل في نادي الزمالك دلوقتي الكابتن حسين لبيب فاشل فيه بالثلث. أنا آسف في اللفظ، لا يعني كابتن حسين لبيب ده المفروض يروح يشتغل يدير له كشك سجاير، يعني ملوش علاقة بكرة القدم أبدا. هو ليه مني كل التقدير والاحترام على المستوى الشخصي، انما كراجل اداري فاشل فاشل بختم النسر، واخد صفر بعجوه كده، يعني ضايع في الاداره. فالراجل كل شويه ممدوح بيه الحقونا، يا ممدوح بيه الحقني، ممدوح بيه دافع له 800 مليون لغايه دلوقتي. فعشان كده الزمالك خلاص بيفنش قصه كره القدم في نادي الزمالك. تمام يا رجاله؟ تمام. طب لما تيجي شركه كره القدم ويتم الاعلان عن 3 4 رجال اعمال، جون ادوارد هيمشي؟ لا، هيفضل مكمل وهيفضل موجود، والناس هتدعمه والناس هتسنده، بس يبقى في ناس تاخد قرارات وينفذها جون ادوارد. جون ادوارد مش هيتساب له السايب في السايب زي ما هي ماشيه كده دلوقتي يعني. تمام يا رجاله؟ تمام. خليني اتكلم برضو معاكم واقول لكم نادي الزمالك تاكد ان النادي الاهلي، بقول لك بالاسم اهو، تواصل مع وكيل حسام عبد المجيد اللي هو اخوه. يعني وكيل حسام عبد المجيد اخوه. انتوا عارفين ان دلوقتي بقت في موضه تلاقي اللاعب يقول لك ابويا وكيلي، اخويا وكيلي، خالي وكيلي، عمي وكيلي كده، فاهمني؟ فوكيل حسام عبد المجيد اخوه. خلاص خلاص. اخو حسام عبد المجيد بيتلقى اتصالات قويه من المسؤولين في النادي الاهلي، ولكن الصدمه الموجعه المؤلمه اللي تلقاها الاهلي من اخو حسام عبد المجيد ان اللاعب عايز يكمل في الزمالك، وان المسؤولين في نادي الزمالك هيحققوا له كل طلباته، وفي حاله رحيل حسام عبد المجيد عن الزمالك ساعتها ممكن يدرس اللاعب الانتقال للاهلي. طب هل الزمالك هيجدد لحسام عبد المجيد؟ انا بقول لك معلومه، تم الاتفاق على جلسه بعد مباراه المصري البورسعيدي ان شاء الله اللي مقرر لها بكره الساعه 8، جلسه من اجل تمديد تعاقد حسام عبد المجيد رسميا مع نادي الزمالك. واللاعب خلاص، خش في الكواليس بقى، اللاعب اتفق على كل اللي هو عايزه، الدنيا تمام، اخوه خلاص خلص، الدنيا زي الفل، وهيتم تعديل عقد اللاعب. هو اللاعب اصلا بقاله كام في عقده؟ سنتين، هيجدد عليهم 3، يبقى كام؟ يبقى 5. السنتين اللي باقيين هيتعملوا كانهم عقد جديد، هيتعملوا زي ال3 اللي بعديهم. يعني العقد القديم هيتلغي، هتعمل له عقد جديد خالص مدته 5 سنين، والمليون ونص اللي هو كان بياخدها لا، هتتغير خالص خالص خالص، وهيتم مراضاته وتعويضه عن الفترة اللي جاية، عن الفترة اللي فاتت، أنا آسف.
فده بالنسبة لمين؟ لحسام عبد المجيد وقصته وحكايته بشكل ايه؟ بشكل خاص وبشكل رسمي. كمان احمد حمدي بيراميدز كان دخل في المفاوضات معاه وبيراميدز عايزه وحكايه وروايه. جون ادوارد كان واضح مع اللاعب، عندك نيه هتوقع مع الزمالك عقد جديد ولا لا؟ الراجل قال له انا ما عنديش مشكله، وانا عندي آه، رغبه ان انا استمر في الزمالك وعايز الزمالك. قال له خلاص هنعمل جلسه من اجل توقيع العقد الجديد، واتكلموا في الامور الماليه، واحمد حمدي هيستمر وهيجدد في نادي الزمالك باذن الرحمن. محمد السيد، انتوا عارفين ان منتخب مصر للشباب هيلعب يعني الفتره اللي جايه في كاس العالم في تشيلي، ومحمد السيد كده كده ضامن مكانه مع منتخب مصر مع بقياده الكابتن اسامه نبيه، وبالفعل تم انضمامه للقائمه. الزمالك منتظر بعد يعني موضوع كاس العالم وتشيلي والحكايه تشيلي والدوره اللي لعبها منتخبنا الوضع هناك والكلام ده كله. لو عرض جه مالي كويس لمحمد، الزمالك هيبيع على طول. طب لو ما جاش، هيبقى فيه محاولة مش الأخيرة، اللي بعد الأخيرة. نعم، في محاولة اللي بعد الأخيرة مع محمد السيد علشان آه، يمدد تعاقده مع نادي الزمالك. وأنا شايف إن الموضوع صعب، ولكن الزمالك بيحاول. طب لو اللاعب مرضيش، الزمالك هيبيعه لأي نادي، بس عشان ما يمشيش ببلاش، أو ما يمشيش إيه، أو ما يمشيش مجانا من نادي الزمالك. فده اللي شغال على إيه؟ آه، نادي الزمالك، واللي بيحاول ان هو يعمله نادي الزمالك خلال الفترة اللي جاية بإذن الله. كمان عايز اتكلم يا رجالة اقول لكم برضو ان نادي الزمالك يعني بيتعاقد يعني رسميا مع يعني لاعب اسمه مازن العزازي. للأمانة زي ما كنت هنا بنتقد الكابتن هشام نصر وانتقدته في حاجات كتير جدا جدا، لا الراجل بأمانة الله دفع من جيبه خلال الشهر اللي فات بس حوالي 30 أو 40 مليون جنيه لتدعيم كرة اليد وكرة السلة وكرة الطايرة، يعني بعد الإخفاقات اللي كانت موجودة خلال الفترة اللي فاتت. فحاجة كويسة وحاجة مميزة يعني. تمام تمام. طيب خلينا أقول يا جماعة، يعني انتوا عارفين يا جماعة الأخ المعد البدني لنادي آسف مخطط الأحمال لنادي الزمالك، مخطط الأحمال للزمالك اللي اسمه الأستاذ أو الكابتن علاء رجب، خلاص قرر الرحيل من نادي الزمالك. نعم خلاص الراجل هيمشي من الزمالك ورايح فين؟ رايح نادي آه آه الاتحاد الليبي، رايح الاتحاد الليبي. طبعا هناك الكابتن إسماعيل يوسف معجب بيه، هو مش لاعب، هو محلل أداء، فشايف ان هو كويس ويعني تواصل معاه، والراجل هيكون موجود في الاتحاد الليبي وهيرحل عن نادي الزمالك. ففي ناس شايفه ان حاجه كويسه، حاجه مش عارف ايه. تمام تمام. طيب خليني اقول لكم يا جماعه، في لاعب هيغيب عن مباراة الزمالك من المصري. تمام. اللاعب يعني اسمه يوسف الجوهري. يوسف الجوهري لاعب المصري يعني تقرر يعني او تأكد غيابه بعد تعرض اللاعب لمزق في أربطة الكاحل، ويعني خضع لعملية جراحية، وبالتالي هيغيب من 3 ل4 أسابيع أو من 3 ل4 أشهر، أنا آسف. وبالتالي تأكد غيابه، فربنا يا رب يشفيه ويعفى عنه بإذن الله، يرجع للملاعب في أقرب وقت ممكن. طبعا الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للمصري بيجهز بديله الأخ محمد هاشم عشان يعوض غيابه في مباراة الزمالك المقبلة. تمام يا رجالة؟ تمام. عايز اتكلم يا رجالة اقول لكم ان معرفش ليه بعد تعاقد الزمالك مع اللاعب بارون اوشينك في ناس كتير متضايقة، في ناس كتير زعلانه، وفي حرقان، وفي ناس عماله تهري، وناس عماله تغلي، وناس عماله تصيح. امور غريبه بصراحه، وامور ما يعلمها الا ربنا يعني. ولكن كبر دماغك، الزمالك موقفه القانوني مليار في المية صح. عشان الناس اللي بتدور او هتدور، انسى. موقف الزمالك سليم مليون في المية. ما اتكلمتش عن موضوع الاخ محمود الخطيب والفيلم الهندي اللي عملوه امبارح، لان انا هتعب نفسي وهتكلم وهقول ان هو مش
مش هينسحب من الانتخابات، وان هو اول واحد يترشح، وان اللي حصل امبارح ده فيلم هندي وانا وانت وكل الناس حافظاه. فبلاش نتعب قلبنا، هم بيهجصوا على بعض، فكبر دماغك يا عم. شكرا لكم. السلام عليكم.